السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهاردة هقول لكم على 6 عادات لو عملتيهم مع اطفالك فانت كده بتدمريهم. اول حاجة الدلع الزيادة، وانك تحققي لطفلك كل طلباته. ده بيخليه مش بيتحمل المسؤولية ودايما بيلوم اللي حواليه على اي حاجة تحصل. كمان بيزود عنده الانانية. تاني حاجة القسوة المفرطة، لانها بتخليه منطوي ومنسحب. في اي تجمع عائلي هتلاقيه دايما كده قاعد لوحده، وده كمان بيخليه عنده عدم ثقة بالنفس. تالت عادة وهي الشدة واللين، وده بيخلي الطفل عنده عدم قدرة على التميز او التمييز، مش عارف ايه الصح وايه الغلط. كمان بيكبر على التردد، وكمان بيكون مش عارف يقرر. رابع حاجة المبالغة في المدح، وده بيخليه مغرور وطلباته بتبقى كتيرة ومش بتخلص. خامس حاجة الحماية الزايدة، اللي بتخليه دايما خايف ومش معتمد على نفسه خالص. سادس نقطة وهي مهمة جدا وهي التناقض في التربية. التناقض في التربية يعني الأب يقول حاجة والأم تقول حاجة تانية، يبقوا متناقضين، ده بيقول حاجة وده بيقول حاجة. أو مثلا الأب والأم يبقوا متفقين على حاجة وتيجي مثلا تيتا أو جدو يعملوا حاجة تانية، فيحصل الطفل يحس بتناقض، اللي هو دول بيقولوا لي ده غلط ودول بيعملوا لي الغلط، فكده بقى ايه، مين صح ومين غلط؟ فيبدأ الطفل يحس بالتناقض في التربية. فالصح ان هما يتفقوا على كل حاجة من البداية، والطفل يبقى شايف ان الكلام اللي قدامه واحد. فلو بتعملي ال6 غلطات دول خدي بالك، وربنا يحفظ اولادنا جميعا. ازاي تتصرفي مع اطفالك لو بينقلوا الكلام؟ لازم في الاول اعرفك ايه الاسباب اللي بتخلي اطفالنا ينقلوا الكلام. اول حاجة الضغط النفسي، لما الطفل يكون حاسس بالاهمال وعدم التركيز معاه، فبيكون محتاج للانتباه لانه حاسس بالاهمال. تاني حاجة قلة الثقة بالنفس، وده بيخليه يدور على القبول من الناس اللي حواليه. تالت سبب الغيرة، ان هو مثلا يكون حاسس بالغيرة من صحابه، فبيحاول ان هو يكسب رضاهم عن طريق ان هو بيتكلم بقى وبيقول كلام واسرار وينقل الكلام وهكذا. رابع حاجة الفضول، انه عايز يعرف اكتر واكتر، عايز يعرف الجديد، او ممكن ان هو مش فاهم طبيعة الكلام فبينقل وخلاص. فالنهاردة انا عايزة اقولك بلاش عقاب لو طفلك بيعمل كده. الاحسن ان احنا نشوف حل، وهو ان انتي تختاري وقت هادي وتتكلمي معاه وتعرفيه عواقب الموضوع وعواقب نقل الكلام وعواقب ان هو يفشي السر. يعني بلاش عقاب لان هو بيزود المشكلة، وعرفيه المشكلة اللي ممكن تحصل لما هو ينقل الكلام من جوه البيت لبره البيت، او من بره البيت لجوه البيت، او لما حد من صحابه يأمنوا على سر وهو يقوله. لازم يعرف عواقب الموضوع ده ايه. فانت تكلمي معاه بهدوء كده في وقت صفا، وفهميه وعقليه وعرفيه عواقب الموضوع ايه. ودايما خليكي قدوة حسنة لاولادك، وما تتكلميش على حد قدامهم، وما تنقليش اسرار حد قدامهم، ما تنقليش الكلام عن حد قدامهم، لان ده كمان بيعلمهم النميمة، وانت كده هتبقي بتشجعيه عليها. وحاولي دايما تشغلي اولادك بكل ما هو جيد ومفيد، وكافئيهم على اي حاجة كويسة هم بيعملوها، او على اي حاجة قلت لهم ما يعملوهاش وما عملوهاش. وبس كده، يا رب تكون النصايح عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تعرفي ابنك من رسمته؟ تعالي اما اقولك. رسمه للعيون حاسس ان هو متراقب. رسمه للجسم برقبة طويلة، فده معناه ان هو بيعتز بنفسه او بالشخصية اللي هو بيرسمها. رسمه للمثلثات دليل على انه هو شخصية قيادية. رسمه للمربعات ده دليل على انه شخصية منظمة. رسمه للبيوت الكتير ده معناه ان هو بيحب العيلة. رسمه للنجوم ده معناه ان هو شخصية حاسة نفسها ناجحة. رسمه للورد بيدل على انه شخصية حساسة. رسم الشخبطة بيدل على انه شخصية محبطة وجواه سرعات. ولو الرسم كان عشوائي وملوش معنى فده دليل على ان هو يعني متوتر عصبي، مش قادر على التركيز، فاهمين؟ رسم بقى المواصلات بانواعها ده بيدل على ان هو بيحب الخروج والسفر. ورسم الدواير بتدل على ان هو شخص سعيد. والرسم بزاوية واحدة من الصفحة
بيدل على ان هو شخصية قلقانة، ولو بيرسم دايما في الصفحة من تحت بس ده بيدل على انه شخص حزين. ورسم القلوب دايما بيدل على ان هو شخصية عاطفية وبيتحرك بمشاعره. ولو بيرسم راس وطالعة منها ايد او رجل فده بيدل على عدم التركيز. يا رب يكون الفيديو فاتكم وعجبكم. انا ايمان نصار، لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، واتمنى الناس الجديدة تشترك في القناة وتفعل الجرس، ويلا بينا. الفيديو بتاعنا النهاردة ازاي توقف الناس اللي بتتهمك بالباطل. يعني لما حد يتهمك بحاجات مش حقيقية وتلاقيه بيقول حاجات انت اول مرة تسمعها عن نفسك، حاجات انت اصلا ما عملتهاش ولا عمرك هتعملها، انصحك ساعتها ما تردش. لان ساعات في بعض المواقف لما احنا بنرد ما بتكونش حاجة لطيفة، يعني احيانا بيكون سكوتك دليل على ان انت فعلا ما عملتش الحاجات دي، وتبريرك اللي بيكون زيادة عن اللزوم في بعض المواقف احيانا بيدل على ان انت فعلا عملت كده، فانت بتحاول تبرر بقى على قد ما تقدر وتقنع اللي قدامك وكده ان انت فعلا ما عملتش كده. بس صدقني مش كل الناس تستاهل ان انت تبرر لها، مش كل الناس تستاهل انك تقف قدامهم وتقول انا ما عملتش كده، او تقف قدام الناس وتقول يا جماعة انا ما عملتش كده. صدقني سكوتك دليل على ان انت مش سامعهم، سكوتك بيدل على ان كبريائك وكرامتك بيمنعوك ان انت تدافع عن نفسك، حتى حاجات العالم كله يصدق ان انت عمرك ما هتعملها. فخد بالك مش كل الكلام بيكون صح، احيانا السكوت بيكون صح. الصح سكوتنا على الناس اللي ملهاش قيمة صح، سكوتنا على الناس اللي بتتكلم علينا بالباطل صح، سكوتنا على اتهامات ممكن تكون في حقنا غلط صح. مش عشان احنا يعني مش عشان انت قليل الحيلة، لا خالص، صح لان انت اكبر من كده بكتير، اكبر من انك ترد، اكبر من انك تبرر للي قدامك ان انت ما عملتش الحاجة الفلانية. واما بقى يكون في موقف مثلا يستدعي بقى، يعني موقف كبير يستدعي ان انت فعلا ترد، رد، بس ساعتها ردك يكون موجع عشان تعلم الناس ان محدش يتكلم عليك تاني ومحدش يتهمك بالباطل تاني. وخليك دايما عندك ثقة في نفسك، طالما انت شخص جميل ومش وحش وما بتعملش حاجة وحشة، يبقى دايما خلي عندك ثقة في نفسك. طالما انت واثق ان انت ما عملتش حاجة، ركز في حياتك وارمي ورا ظهرك كلام اي شخص فاضي. خلي اللي يقول يقول، خليه يخبط دماغه في الحيط وبس. اتمنى تكون النصيحة مفيدة وعجبتكم. انا ايمان نصار، لايك وكومنت لو الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.